أصدقائي الأعزاء، صديقاتي العزيزات في كل مكان، مرحبا مرة أخرى. سأحاول مناقشة الشأن الكردي والتشابكات بين الشأن السوري والشأن الكردي داخل سوريا وخارجها، نظرا لوجود أو للعلاقة الوثيقة ما بين الحكومة السورية الحالية وجبهة النصرة سابقا والدولة التركية، وعلاقات حزب العمال الكردستاني سابقا وقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي. هذا التعقيد وهذا التشابك والتفاعلات والمجريات التي تحصل سواء في تركيا تنعكس على سوريا، والتي تحصل في سوريا تنعكس أو هي ردات أو نتائج لما يحصل في تركيا أيضا. بالتالي هذان البلدان سوريا وتركيا تاريخيا وراهنا وربما مستقبلا هنالك الكثير من الملفات المتداخلة والمتشابكة، وأبرزها ملف الكردي، والعنوان العريض لهذا الملف في هذه الأيام هو حزب العمال الكردستاني، وقرار هذا الحزب حل نفسه وإلقاء سلاحه استجابة لنداء زعيم ومؤسس هذا الحزب المسجون عند تركيا عبد الله أوجلان، والذي كان موجودا في سوريا من عام 1979 ولغاية أكتوبر 1998. الأصدقاء الأعزاء، أحيانا أتعرض إلى بعض الملاحظات، وأحيانا هذه الملاحظات تأخذ علي أنني أتكلم باللغة الفصحى، وملاحظات أخرى تقول أنه التقليل من اللهجة العامية أثناء الحديث. وبصراحة أنا احترت ما بين هاتين الملاحظتين اللتان تقفان على طرفي نقيض، سأحاول يعني المزج ما بين الأسلوبين لكي أصل إلى يعني حل وسط يرضي الطرفين أو صاحبي أو أصحاب المقترح الأول وأصحاب المقترح الثاني. لنعد إلى الموضوع الإعلامي. وبحكم تجربتي يعني في العمل الإعلامي والكتابة للصحافة ومتابعتي للشؤون في سوريا والشؤون الكردية، لاحظت شغلة أنه هل التعامل النمطي التقليدي الببغائي للأحداث أثناء نقل الحدث وأثناء تحليل الحدث، هذا التعامل الببغائي في تقديري صاير مثل آفة، مشكلة يعني، عدوى يعني. وهل تعامل قديم مش جديد، مش مستجد يعني، مستشري مش بس في الإعلام العربي، حتى في الإعلام الغربي كمان والإعلام العالمي يعني. الموضوع أنه الرغبة في التحري والتقصي يعني والبحث خارج ما هو شائع ومتداول ومكرر، سواء كان الموضوع متعلق بزعيم أو بشخص أو بجماعة سياسية أو حتى بدولة ونظام سياسي. هذه الرغبة تكاد تنعدم في العملية الإعلامية. مقصدي أنه الكل يكرر نفس الكلام ويطرح نفس الأسئلة، ومن البديهي أنه النتيجة تكون متشابهة، أو يعني الحصول على نفس الأجوبة. يعني بالنظر إلى هذه الحال، من الطبيعي أن نطرح أيضا تساؤلا أنه يعني شو الجديد في الموضوع، شو الكشف أو السبق الإعلامي في وسط كل هذا التكرار المتناقل. يعني إذا حتى أجرينا مثلا فحص ما بين التقارير الإعلامية الموجودة مثلا في المنابر
نرى أن المحررين يأخذون من بعضهم البعض، واشتغالات بسيطة، الأفكار تكون مكررة، الأسئلة مكررة، ويعني بالنتيجة الأجوبة ستكون نمطية ومكررة. أنا لاحظت يعني بمراجعة بسيطة لكمية الأخبار والتقارير الأخبارية ومقالات الرأي والبرامج التلفزيونية التي تناولت قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وترك السلاح، وجدت يعني كم كبير من التشابه، وفي بعض الأحيان كمان في نوع من أكاد أن أقول أنه مطابقة، يعني ما يشير يعني بوضوح إلى وجود كسل أو فقدان ما يمكن أن نسميه شغف التحري والتمحيص والمراجعة. يعني شيء بيشبه أنه تلميذ في المدرسة، تلميذ كسول في المدرسة بينقل من زميله اللي يعني يا اما بنفس الكسل او شوي آه، يعني متوسط المستوى، بينقل منه كل شيء في الامتحان، حتى الاخطاء النحويه والاملائيه كما هي. فالموضوع ايضا ينسحب على الإعلام عندما نرى هذا الكم من التشابه والتطابق في سياقات التناول الإعلامي للحدث الذي كان بطله حزب العمال الكردستاني ومؤتمره وقراره وبقية هذه التفاصيل. والمشكل أين يكمن المشكل يعني في الموضوع؟ أنه هذا التناول في الأخطاء الإعلامية المنقولة عن حزب معين أو عن زعيم معين أو عن قضية معينة أو عن حدث معين، هذا التناقل الببغائي المتشابه بالتقادم مع الزمن والتكرار والتقادم، هذا بيصبح يعني بيرتقي إلى مقام الحقيقة الدامغة اللي يصعب على المرء تفنيدها. يعني ليش؟ لأنه تترسخ في الأذهان وتصبح مكرسة في الخطابات الإعلامية. بتجي بتحكي عن الموضوع بشيء من الاختلاف، بيقول لك واحد لك يا عمي كل المؤسسات الإعلامية ذكرت أو تناولت الموضوع من هذه الزاوية، أنت جاي بدك تخطئ كل هالناس وتقول أنا صح. طبعا هذا من حق الإنسان العادي السطحي المش ملم بالملف أو بالموضوع أن يعني يقول أن يصدر منه هكذا كلام. هكذا يعني يتحول الأداء أداء وسلوك المؤسسات الإعلامية التي تنقل الحقيقة إلى شيء يشبه التواطؤ على الحقيقة. يعني تطلع لك مؤسسة إعلامية بتقول نحن ننقل الحقيقة وما بعرف شو، لكن لما بتشوف وتقيم الأداء الإعلامي تبعها وتقيس مستوى الجودة الإعلامية والطزاجة الإعلامية والزاوية المختلفة التي تناولت منها حدثا معينا كحدث حزب العمال الكردستاني، ما بتلاقي شيء مختلف، كلهم مثل بعضهم. يعني بدي أعطيكم مثال صغير على التقاطعات والتناول الببغائي الإعلامي لموضوع حزب العمال الكردستاني. الكل وصف قرار الحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه وتخليه عن العنف بالقرار التاريخي. لاحظوا وراجعوا المقابلات، التقارير التلفزيونية، كل هالتفاصيل هي الكل مشترك بالقرار التاريخي. حتى إعلام حزب العمال الكردستاني وصف الموضوع بالتاريخي، الإعلام العربي وصفه بالتاريخي، الإعلام التركي كمان وصفه بالتاريخي، لكن من جهة مختلفة، يعني من جهة مناقضة، وسجل الموضوع التاريخي هذا برسم الدولة، برسم الحكومة وجهود الحكومة التركية.
التي طوت ملف العنف والإرهاب وخلصت البلد من الإرهاب، في حين الطرف الآخر وصفه بالتاريخي طرف حزب العمال الكردستاني، ويعني على أنه إنجاز وفتح كبير من الفتوح الأوجلانية في هذا الإطار. لكن الإعلام العربي أو حتى الإعلام الكردي، مثلا قناة كردستان 24، قناة روضة، وقناة شمس التي شاركت في إحدى برامجها، قناة فرانس 24 التي شاركت في صدى المشرق، لاحظوا التوصيف المشترك والمتناقل: القرار التاريخي. لكن التاريخي كيف قرار تاريخي؟ ولماذا؟ ولصالح من يعني هذا القرار التاريخي؟ هل يعني لصالح الكرد والقضية الكردية في تركيا، أم لصالح تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان؟ وطبيعي أنه مناقشة الحدث من زاوية مختلفة عن زاوية الأوجلانيين والأردوغانيين، يعني الأردوغانيين الأوجلانيين سواء داخل تركيا أو خارجها، والأردوغانيين داخل تركيا وخارجها، لأنه في أردوغانيين على الضفتين: في الأردوغانيين السوريين، في الأردوغانيين في مناطق عدة في العالم العربي، وفي أوجلانيين كمان، يعني في تركيا وفي سوريا، و يعني صاير شوية أوجلانيين موجودين في العراق وفي مصر كمان. يعني بالمحصلة، إذا كان هنالك تناول مختلف عن هاتين الزاويتين اللتين تنظران إلى الموضوع من زاوية أنه شيء تاريخي وإنجاز تاريخي وقرار تاريخي، هذا التناول المختلف عن أو من زاوية مختلفة من هاتين الزاويتين تجعلك في مرمى نيران الطرفين، بحيث تخلق برأيك وبموقفك هذا، تخلق حالة من التحالف الخفي بين الطرفين، الطرف الأردوغاني والأوجلاني، ويتفقان عليك على أنك لا تريد الحل وترغب في استمرار العنف ودوامة الدماء بين الكرد والترك. يعني أنت شخص تدعو لاستمرار الوضع على ما هو عليه، والعنف والحرب والقتل والدمار. طبعا هذا توصيف مجاني، لأنه هؤلاء لا يقبلون رؤية نقدية لما جرى. يعني طبعا الطرفين، الطرف الأوجلاني بيعتبروا نصر تاريخي وإنجاز تاريخي لهم، وما في شيء إنجاز تاريخي. الطرف التركي بيعتبر ذلك إنجاز تاريخي، وهم الأقرب إلى الصواب، الأقرب إلى الصحة من الطرف الأوجلاني. لكن تعال ويعني أقنعهم إذا فيك أنت تقنعهم، أو حتى تعال أقنع الأوساط الإعلامية العربية. مثلا هنالك من يقول: طيب لو لم يكن القرار تاريخيا، لماذا ترحب به أمريكا وأوروبا وإقليم كردستان العراق والكل يرحب؟ طبعا يعني هذا سؤال أنا أجبت عليه في مقابلات تلفزيونية، وقلت يعني نزع السلاح من مصلحة الكل. يعني الكل تضرر من هذا السلاح، الأوروبيين تضرروا من هذا السلاح، لأنه حزب العمال الكردستاني نقل ساحة العنف التي مارسها العنف الذي مارسه داخل تركيا إلى الساحة الأوروبية. فالأوروبيون وشركات التأمين تضرروا كثيرا من عنف حزب العمال الكردستاني، وهذا العنف جعل أوروبا تدرج حزب العمال الكردستاني ضمن المنظمات الإرهابية. لكن بمعنى العنف الذي مارسه الكردستاني في تركيا ليس هو المسؤول عن إدراج حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا. لا، حزب العمال الكردستاني بدأ الكفاح المسلح في
80 وبقي هذا الحزب يمارس نشاطه على الأراضي الأوروبية ويقتل ويمارس العنف ويقتل يعني يمارس عمليات اغتيال سياسي. صحيح أن السلطات في السويد وفي الدنمارك وفي ألمانيا وفي هولندا وفي فرنسا لاحقت عناصر حزب العمال الكردستاني واللي مارسوا جرائم الاغتيال تلك، لكنه هذه البلدان لم تدرج حزب العمال الكردستاني على لوائح المنظمات الإرهابية لحين استهداف هذا الحزب لمؤسسات وأفرع بنوك وجمعيات ومساكن وسيارات، كل شيء له علاقة بالأتراك صار استهدافهم، وخسرت شركات التأمين ملايين اليوروهات من عنف حزب العمال الكردستاني. حتى بعض الأتراك يعني كانوا يستهدفون منازلهم أو سياراتهم بهدف الحصول على التأمين من شركات التأمين وإلصاق التهمة بحزب العمال الكردستاني. لا يعني وصل الموضوع إلى هذا الحد الاستثماري من الطرف الآخر كمان. إذا في منتصف التسعينات يعني صار وضع حزب العمال الكردستاني على قوائم المنظمات الإرهابية، لأنه عنف حزب العمال الكردستاني الموجود على الأراضي الأوروبية تمادى واجتاز حدود استهداف الأشخاص المنشقين المعارضين إلى استهداف المؤسسات. أنت شو ما تساوي بتركيا، قد ما بدك تقتل من الأكراد، قد ما بدك تقتل من الأتراك، ما لنا علاقة فيك، لكن على أراضينا بتكون محترم وضمن القانون، لا تستهدف المؤسسات الاقتصادية والخدمية الناشطة والعاملة على الأراضي الأوروبية. أنا حكيت شوي تفصيل حول هذا الموضوع مشان يكون الموضوع واضح، ولمن يعني للمهتم بهذه المسائل. الموضوع أنه يعني أي اقتراب من هذه المسألة يعني يجعلك في بالنقد، يجعلك في خانة المتآمرين والخونة وأعداء السلام والديمقراطية. خير شوفي، لأنه أنت تنتقد قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، فأنت عدو للسلام وعدو للديمقراطية. هكذا يفهمون الموضوع، يعني شيطنة النقد كيفما اتفق. أحيانا تصلني مراسلات من بعض الأصدقاء سواء بأسماء حقيقية أو بأسماء مستعارة. يعني أنا أقدر حرصهم ومشاعرهم. هؤلاء المتابعين يوجهون لي ملاحظات وانتقادات ويقولون يعني خلاصة هذا الكلام أنه انتقاداتك لحزب العمال الكردستاني كلها صحيحة، لكن هذه الانتقادات تخدم مصالح كارهي الكرد والقضية الكردية وحقوق الكرد المشروعة في سوريا، لأنهم يستخدمون، هكذا يعني كتبوا لي، يستخدمون ويستثمرون هذه الانتقادات ليس فقط ضد حزب العمال الكردستاني أو قسد فقط، بل ضد الكرد بشكل عام وفي سوريا على وجه الخصوص. وبصراحة كلامهم يعني في جانب كبير من الصحة. يعني هذه الملاحظات كلامهم أنا بشوف أنه بعض الصحفيين والكتاب والسياسيين الموالين حاليا للنظام السوري بيستثمروا، حتى قبل وصول أحمد الشرع للسلطة كانوا يستفيدوا ويستثمروا انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني في سياقات يعني غير ديمقراطية وغير نزيهة. وأنا مش مسؤول عن هؤلاء، يعني أنا مسؤول عن قناعتي، أنا مسؤول عن آرائي. لا يمكنني أن أكتم صوتي وانتقاداتي لأنه فلان
سين أو عين أو زيد أو صاد من الناس استثمر هذه الانتقادات لغرض معين. يعني أنا لا يمكنني أن أكون يعني هكذا. بيطالبونني أصحاب هؤلاء الملاحظات والانتقادات أنه في أحسن الأحوال، يعني إذا بدك تستمر في انتقاد حزب العمال الكردستاني استمر، لكن يعني فلتكن باللغة الكردية، يعني على أساس أنه هؤلاء الأصدقاء العرب البعض منهم يجيد اللغة الكردية كمان، يعني يفهم. يعني مثلا مهند القاطع بيفهم كردي، فما عنده هالمشكلة، سواء إذا أنا حكيت بالكردي أو حكيت بالعربي، لاستثمار هذه الانتقادات ضد حزب العمال الكردستاني، وهو استثمرها بشكل شفهي وفي مقالاته وفي كتاباته أيضا. المهم بيطلبوا مني انه ان اتجنب الانتقاد، وفي حال انا كنت يعني مصر على موقفي، فيعني اقله انه هاي الملاحظات والانتقادات تكون باللغة الكردية. واذا انا استجبت لهذه الضغوطات، انا بعتبر هذا الموضوع شيء من الضغط المعنوي يعني، وتزحزحت عن موقفي الذي اتبناه منذ 14 سنة، من 2011 وحتى الآن. أنا كمان سأصبح يعني متواطئا على الحقيقة. شأني يعني مثل كارهي الكرد وحقوقهم في سوريا، سواء من السوريين أو من غير السوريين. يعني أنا موقفي واضح يا أصدقاء، يعني وأتمنى أن تتفهموا هذا الأمر، و يعني يعني تتوقفوا عن توجيه ملاحظات من هذا النوع. يعني أحيانا هنالك ملاحظات آه، يعني بعتبرها هيك بسيطة وكتير عاطفية، أنه شيل العلم السوري. أكراد هكذا يوجهون، يعني من بيشوفوا ردود أفعال العنصرية واللي تصدر من نشطاء سوريين على السوشيال ميديا، بيصيروا يعني يتخذوا موقف من العلم السوري. آخرين بيشوفوا يعني مواقف نقدية عنصرية أو من السريان والآشورين، بيقولوا لي أنت ليش حاطط العلم السرياني أو الآشوري أو النسطوري خلفك. هاي المسائل بطلوها، يعني حاولوا أنه تركزوا على الأفكار التي أطرحها، وما عاد يعني تسألوا أنه ليش لابس هيك، وليش هل الموجود على ايدك شو، والاعلام القصص هي. يعني انا بصراحه يعني تسبب لي ال ال الازعاج. فاتمنى ان تكون الملاحظات مركزه على الافكار والاسئله التي اثيرها في هذه الفيديوهات. يعني موقفي واضح لمن يجيد الانتباه. انا ضد كل من يسيء للقضية الكردية وعدالتها وتضحياتها، كائن من يكن. بيكون كردي أنا ضده، بيكون عربي أنا ضده، لأنه هي قضية عادلة، وحقوق الكرد حقوق عادلة. أنا ضد من يسيء إلى هذه القضية، سواء كان كردي أو عربي أو تركي. وأدافع عن الكرد بالكلمة والرأي، ليس لأنني كردي فقط، بل لأن الكرد مظلومين. يعني ولا فرق عندي يعني في الإساءة إلى الكرد بين كردي أو عربي أو تركي أو أمريكي أو موزمبيقي أو روسي. أي واحد يسيء إلى الكرد أنا ضده. كذلك أنا ضد الكردي الذي يسيء إلى العربي. أرفض يعني العربي كقومية كثقافة كلغة، أرفض الإساءة إلى العرب، فهم أصدقائي وأحبابي وأهلي وجيراني وزملائي. أنا أرفض الإساءة للعرب. كمان بدك تناقش الفكرة، ناقش. بدك تنتقد السلوك والأداء، تنتقد. أما أن تأتي وتستهدف القوميات والثقافات واللغات والأديان، هذا يعني أمر مرفوض عندي جملة وتفصيلا. بدك تناقش الأديان كمان ناقش، تناقش الثقافات أيضا، السياسات نعم، لكن استهداف الأديان
والقوميات بطريقة بشعة وشنيعة أرفضها. أرفضها. يعني سواء كان المستهدف الكرد والشعب الكردي والقضية الكردية، أو سوريا أو العرب أو الآشوريين أو السوريان أو التركمان وقضاياهم وحقوقهم العادلة. يعني بتمنى يكون الأمر واضح وجلي، و يعني أتمنى أنه هذا الكلام ما يكون فيه لبس أو غموض. يعني أنا كلامي واضح على ما أعتقد. طيب، دعونا نجري يعني لإلقاء الضوء على موضوع التناول الإعلامي وإجراء مع يعني بعض المقاربات. دعونا نجري هيك مسح بسيط أو جردة حساب بسيطة لتجربة عبد الله أوجلان، وإجراء مقاربات بسيطة مع تجربة الجولاني، يعني مشان نشوف التقاطعات والاختلافات ما بين تجربة الجولاني والأوجلاني. في تجربتي مع حزب العمال الكردستاني، وأعتقد أنه الكثيرين يشاركونني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الذين كانوا على تماس مع حزب العمال الكردستاني، هذه المعلومات التي سأطرحها الآن، وبإمكان من يعترض أن يعترض مقدما ما لديه من براهين وأسانيد. بحسب السردية الرسمية للحزب، حزب العمال الكردستاني، أوجلان في بدايته انتسب إلى اليسار التركي. وكان هذا الموضوع في يعني نهاية الستينات مطلع السبعينات، ثم انفصل أوجلان عن اليسار التركي بسبب أنه اليسار التركي كانوا عنصريين وأتاتوركيين، ويمثلون الاشتراكية الشوفينية التي تختلف مع السلطة لكن متفقة مع الدولة التركية في قمع الكرد. انفصل أوجلان عن اليسار التركي الذي لا يدافع عن الكرد ومطالبهم وحقوقهم في تركيا، يعني لأنه أوجلان حسب السردية الرسمية استمر مع هذا اليسار ودخل معه في نقاشات من سنة السبعين ل73، ثم انفصل. ليش؟ لماذا؟ كي يخلق يسارا كرديا قوميا ثوريا استقلاليا، فأسس حزب العمال الكردستاني بهدف تحرير وتوحيد كردستان الاشتراكية الكبرى. هذا الكلام جرى في ألف أو هذا السلوك، هذا التأسيس جرى في سنة في نهاية نوفمبر 1978. لكن يعني هو انفصل عن اليسار وأسس حزب كردي قومي يساري. لكن بعد اعتقال أوجلان ومنذ 2006 2007 2008 سار أوجلان يطالب بالتقارب مع قوى اليسار التركي، وهي قوة تكاد تكون معدومة هزيلة، يعني بهدف خلق جبهة واسعة، جبهة معارضة واسعة ضد حكومات حزب العدالة والتنمية، لأنه حزب العدالة والتنمية أتى إلى السلطة في 2002، وأوجلان في 2006 و7 و8 صار يلح كثيرا في لقاءاته مع محاميه إلى تشكيل حزب المظلة أو الحزب السيوان أو الحزب الجامع اللي بيجمع الكرد واليساريين ومختلف التنويعات يسار التركي في إطار واحد، إطار معارض. في هذا الخصوص هذا المسعى تكلل بالنجاح بتأسيس حزب السلام والديمقراطية أو حزب الشعوب هدف في 2011، واشتركوا في الانتخابات. بعدين هذا الحزب تطور
وغير نفسه وزاد من كمية وجرعة اليسار، يعني وصار حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، دم بارتي، من هدف إلى دم بارتي. إذا يعني وهذا الحزب قدم الكثير من الوجوه اليسارية اللي ما كانت معروفة، يعني حتى على المستوى التركي. يعني جمع هذا الحزب، حزب الدم بارتي، وقبلها حزب الهدف، حثالة اليسار العفنة في تركيا. ويعني من ضمنهم يعني شهيد الفياغرا البرلماني عن حزب دم، سري سوريا أندر. سري سوريا أندر يعني وكان ضمن الوفد المفاوض اللي بيروح لعند أوجلان وبيروح لإمرالي ولجبال قنديل، ويعني أحد اللي شاركوا بالعملية السلمية التي تكللت بمؤتمر حزب العمال الكردستاني وقرار حل الحزب. يعني سري سوريا أندر أصلا يعني هو كان سائق شاحنة، مع احترامي الشديد لكل سائقي الشاحنات والمركبات والموتوسيكلات وكل سائق، يعني مع احترامي الشديد له. هذا الشخص يعني كان سائق شاحنة مش معروف في الوسط السياسي، وكان معتقل سابق في على زمن الانقلاب العسكري، بس مش كل من جرى اعتقالهم كان انقلاب عسكري. ويعني اعتقل الكثير، الآلاف، عشرات الآلاف، يعني ليس كل من اعتقل في تلك الفترة كان يعني سياسي ومخضرم ومن القصص هي. يعني وكان ينتمي لإحدى قوى اليسار، يمكن داف سول أو اليسار الثوري أو هيك شيء. فبعد خروجه رجل ابتعد عن الكلام السياسي والنشاط السياسي، كان سائق شاحنة. وحتى هو ووالده بهيجة بوران، إحدى الشخصيات اليسارية المهمة ويمكن للمتابعين البحث عنها، والد سري سوريا أندر كان ضمن تنظيم بهيجة بوران اليساري. وبهيجة بوران في مذكراتها تقول أن والد سري سوريا أندر كان مشتبه به، وهو من منطقة أديمان، مواليد 62. والده كان مشتبها به في علاقته مع الاستخبارات التركية. ميت والد سري سوريا أندر. ويعني سوريا أندر أيضا عندما يذهب إلى إمرالي ويأتي إلى قنديل بكل تأكيد له قنوات مفتوحة مع الاستخبارات التركية MI تي. هذا الشخص يعني بعد وفاته بأزمة قلبية نتيجة تناوله جرعة زائدة من أو جرعة شديدة، يعني لا تتناسب مع وضعه الصحي، يعني تعرض لأزمة قلبية وتوفي. يعني وكان معه يعني صحفية تركية اسمها ياديغار آنلي، أعتقد ياديغار آنلي، هي التي اتصلت وأسعفته يعني في فترة الأزمة. يعني شو بتساوي هاي الصحفية معه. الشقيق سري سوريا أندر لم يطالب بالكشف عن يعني تقرير طبي أو الطب العدلي، أوتوبسي، يعني لم يطالب، رغم أنه دوغو بيريتشيك زعم أنه شبهة الاغتيال، يعني سوريا أندر قبل أن يتوفى في معركته الحامية الوطيس كان عند دوغو بيريتشيك بكذا ساعة. فهو صرح أنه أوجلان نبهه أنه احتمال إسرائيل تستهدفه، بريطانيا أو أمريكا تستهدف سوريا أندر. بعدين اتضح أنه الفياغرا هي التي استهدفته. وصار هذا الشخص عند حزب العمال الكردستاني شهيد القضية. سوريا أندر
صار شهيد السلام والديمقراطية وشهيد القضية. وإذا لاحظتوا بمؤتمر حزب العمال الكردستاني كان صورة سوري سوريا أندر شهيد الفياغرا موجود على الطاولة. هذه الانتقادات ستفرح يعني بعض السوريين اللي بيكرهوا الأكراد بيكرهون كره العمى يعني، وستغضب بعض الأوجلانيين وستجر عليه، لكن هذه هي الحقيقة. أنا لا يمكن أن أخفي حقيقة عن الناس، لأنه سيصار إلى التجيير والاستثمار السلبي لهذه الحقيقة. يعني أوجلان الذي انفصل عن اليسار التركي في نهاية 73 عاد إلى اليسار التركي في 2000 لنقل في 2011، لأنه عمليات الاحتواء والضم لليسار التركي بلشت يعني من تلك الفترة. وهذا اليسار التركي العفن أفرز يعني، أو في إطاره تطفل الكثير من الشخصيات اليسارية مثل سري سوريا أوندر، يالتشين كوتشيك، دوغو بيرينشيك، سزاي تمالي، أرطغرل كوركتشو أرطغرل كوركتشو، وصولا إلى تولاي حاتم أوغلاري. تولاي حاتم أوغلاري اللي هي الرئيسة المشتركة لدم بارتي، الكثير من الأخوة العرب ما بيعرفوها، وهي معلومة راح يستفيد منها نشطاء أحمد الشرع. طبعا بيعرفوها الاستخبارات التركية والإعلام التركي، بيعرف مين تولاي حاتم أوغلاري، وهي من لواء اسكندرون وأصولها عربية، وكانت ضمن منظمة جيش تحرير الاسكندرون التي يقودها معراج أورال علي كيالي مجرم الحرب في سوريا. ومعراج أورال عندما كان أوجلان موجود في سوريا كان على علاقة وطيدة مع أوجلان. معراج أورال علي كيالي. هذه تولاي حاتم أوغلولاري هي كانت ضمن هذا التنظيم، وهي الآن ضمن حزب الدم بارتي وفي البرلمان التركي. طبعا أنصار أحمد الشرع بيفرحوا بهيك معلومات، لكن يروحوا يحاسبوا رجب طيب أردوغان اللي فتح مجال، والاستخبارات التركية التي فتحت مجال لهذه الشخصية أن تدخل البرلمان التركي على قائمة حزب العمال الكردستاني. إذا عاد أوجلان إلى اليسار التركي مرة أخرى، ويعني أتيت على ذكر بعض رموز هذا اليسار العفن. وكمان اللي يعني أثناء تحقيقات الأرجناكون ثبت عليهم تورطهم بأنه لهم علاقات مع الدولة العميقة. يالتشين كوتشيك جرى اعتقاله ثم أفرج عنه، دوغو بيريتشيك جرى اعتقاله أفرج عنه، وبكل تأكيد هنالك علاقة وطيدة من الأب إلى الابن بين سوري سوريا أندر والاستخبارات التركية. وقيسوا على ذلك مجمل اليسار التركي الموجود حاليا في دم بارتي لهم علاقة مع الدولة العميقة ومع الاستخبارات التركية. بما أنه أننا نتحدث عن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه وتخلي عن العنف والكفاح المسلح، هنالك معلومات تغيب أو عن الأوساط العربية وحتى الكردية أيضا، يعني منها أنه في المؤتمر الثاني لحزب العمال الكردستاني سنة 1982 انتقد تشاتين جونجر أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني ومسؤول منظمة حزب العمال الكردستاني في أوروبا، انتقد عبد الله أوجلان وديكتاتوريته في 82، وانتقد توجه الحزب نحو الدعاية المسلحة والتمهيد للكفاح المسلح،
ومعروف أنه الكفاح المسلح بلش ب 84. تشاتين جونجر انفصل عن الحزب، وبأمر من أوجلان تم اغتيال تشاتين جونجر في 2 نوفمبر 1985 في العاصمة السويدية ستوكهولم. مقصدي من هذا الكلام أنه ما طالب به تشاتين جونجر في 82 ودفع حياته ثمنا، أتى أوجلان في 2025 وكرر نفس الطلب. طبعا تشاتين جونجر دعا لإصلاح الحزب وأنه الحزب يعني استحالة أنه أن تكسر تركيا بالعمل المسلح وبالكلاشينكوف والقصص هي كلها. فكان رد عبد الله أوجلان على تشاتين جونجر الاستهداف المسلح والاغتيال على الأراضي الأوروبية. في المؤتمر الرابع لحزب العمال الكردستاني، أنا حكيت عن المؤتمر الثاني في 82، في المؤتمر الثالث كان في 86، في المؤتمر الرابع عام 1990 طالب محمد جاعد شنر وهو أيضا من مؤسسي حزب العمال الكردستاني بإجراء مراجعة للعمل المسلح، لأنه حقق أهدافه في التعريف بالكرد والقضية الكردية وساهم في يقظتهم القومية. السلاح والكفاح المسلح وصل لسنة 90 إلى أفق مسدود، وينبغي البحث عن وسائل وخيارات نضالية جديدة للحزب. مين طالب بهذا الشيء؟ محمد جاهد شنر. وأين طالب؟ داخل المؤتمر. محمد جاهد شنر نجح في المؤتمر بشكل كاسح، لأنه كان اللي بينافسه على قيادة اللجنة السياسية هو جميل بايك، واكتسح الأصوات ونجح. وجميل بايك كان مرشح عبد الله أوجلان، وبالتالي المؤتمر انتخب عبد الله أوجلان زعيما، لكن المكتب السياسي القيادة السياسية انتخب لهذا المنصب محمد جاهد شنر. انتخب المؤتمر محمد جاهد الشنر، واتخذ مجموعة من القرارات المؤتمر الرابع، منها قرارات في غاية الأهمية: الحد من صلاحيات أوجلان المطلقة، والكشف عن ميزانية الحزب الاقتصادية بشفافية لجهة يعني معرفة تفاصيل رأس مال الحزب والصادر والوارد. والقرار الثالث كمان كان قرار مهم، يعني علاقات أوجلان بالنظامين السوري والإيراني تكون مكشوفة وواضحة وتحت رقابة الحزب. وقرار آخر أيضا قرار مهم: التوقف عن استهداف الأحزاب الكردية العراقية عسكريا. مش يعني عادي، المنافسة الأيديولوجية السياسية مش مشكل، لكن الاستهداف العسكري على الحزب أن يتوقف عن هذا السلوك. هذه تحولت إلى قرارات في المؤتمر الرابع. ماذا كانت ردة فعل أوجلان الذي شارك في المؤتمر من دمشق عبر اللاسلكي؟ وأوجلان شارك بالمؤتمر الأخير أيضا عبر الزوم بشكل غير مباشر. شو كانت ردة فعل أوجلان؟ رفض أوجلان المؤتمر واعتبره انقلابا ضده، وطالب باعتقال محمد جاهد شنر ومن معه وسجنهم ومحاكمتهم، وتم لأوجلان ذلك يعني. لكن شنر نجح في الهرب من سجن أوجلان بجبال القنديل واللجوء إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وبأمر من أوجلان وبالتعاون مع الاستخبارات السورية تم اغتيال محمد جاهد شنر في 1 نوفمبر عام 1991 بمدينة القامشلي السورية. والآن يطالب يعني أوجلان حزبه، أو طالب أوجلان حزبه بما طالب به شنر سنة 90. شوفوا المدة الزمنية: 90 و 2025، 35 سنة من الدم
والقتال يعني ذهبت هكذا يعني. والحزب حل نفسه، مش بس هيك يعني الحزب حل نفسه وألقى سلاحه في وقت أنه يعني مطالب محمد جاد شنر كانت ثورية وكردية وإصلاحية ومتقدمة على مطالب أوجلان بسنوات ضوئية، ومطالب أوجلان الحالية مطالب استسلامية يعني. دعا فيها إلى حل الحزب وإلقاء سلاحه من دون أي ضمانات حقيقية من الدولة التركية. وبيقول للحزب، أوجلان بيقول للحزب أنا الضمانة، وهيك اللي صار. شو كمان عم نحكي في تفاصيل ما اقترحه قيادات الحزب على أوجلان، وأوجلان رفضها وقت ذاك. في صيف 1994 كان القيادي الميداني شمدين صاكك موجودا في دمشق ويخضع للتحقيق من الحزب وزعيمه. وقتها طالب صاكك بوقف العمل المسلح لأن العنف وصل إلى طريق مسدود كمان. لكن أوجلان أجرى محاكمة ثورية صورية لصاكك وحكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، وعلى أساس أنه عم يمنحه فرصة. وطلب منه يعني تقرير نقد ذاتي للحزب. تنبه تنبه شمدين صاكك لخطورة المعاندة، معاندة أوجلان. شو سوى شمدين صاكك؟ قدم لأوجلان تقرير نقد ذاتي عبارة عن حشو وثرثرة 700 صفحة. وجولان شاف أنه خلاص هذا الرجل صار من التائبين، وأنا حكمت عليه بالإعدام ويعني صار مدينا بحياته لي، وقدم لي تقرير نقد ذاتي 700 صفحة. خلاص يعني صار عبدا. بقول له موت موت، انهض انهض، عبد مأمور. هكذا خمن أوجلان. لكن عندما وصل شمدين صاكك إلى كردستان العراق بعد مضي سنوات انشق عن الحزب. وبعدها في 2098 يعني بطريقة ما استسلم للسلطات التركية، والآن يقضي حكما مؤبدا بالسجن في السجون التركية. مقصدي من هذا الكلام ما طالب به شمدين صاكك في ال95 والآن نحن في 2005، 30 سنة، 3 عقود من الدم والخراب والدمار. ما طالب به شمدين صاكك أوجلان الآن. أوجلان مش بس يعني يوقف العنف والكفاح المسلح لا، الحزب كله على بعضه بسلاحه بسلطاته ببغنوجه بكله على بعضه خلاص يعني للأضحية كي ترضى عنه الحكومة التركية وتحسن وضعه وتنقله من السجن الانفرادي إلى الإقامة الجبرية، ومن الأمور اللي أنتم بتعرفوها يعني. شو كمان؟ هاي كمان حادثة مهمة ينبغي التوقف عندها، وهي حادثة اغتيال الناشط والسياسي الكردي حكمة فيدان. في وضح نهار 6 يونيو 2005 ووسط مدينة ديار بكر جرى اغتيال القيادي الكردي المدني حكمة فيدان لأنه انشق عن الكردستان وطلب بإلقاء سلاحه. وقت ذاك كان المحامي صلاح الدين دمرتاش المسجون حاليا في السجون التركية مديرا لمكتب منظمة حقوق الإنسان إيهادا IHD في ديار بكر، وكان المحامي عثمان بايدمر عمدة المدينة. هدلون الاثنين المحاميين عمدة ديار بكر ورئيس منظمة حقوق الإنسان أو فرع منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان إيهادا، الاثنين المحاميين والسياسيين تركوا جثة حكمة فيدان على قارعة
الطريق، ويعني لم تمارس البلدية مهامها كبلدية برفع الجثة يعني من قارعة الطريق، وهذا واجب البلدية يعني تركتها هكذا. وأتى البوليس هو الذي شال الجثة من مكان الجريمة. ليش؟ لماذا فعل عثمان بايضمر وصلاح الدين دمرتاش اللي بيغنوا وبيشوفوه صورته والزعيم المفدى والقصص هي كلياتها؟ صلاح الدين دمرتاش في 2005 بشكل مباشر أو غير مباشر متورط في جريمة اغتيال حكمة فيدان، متورط في السكوت عن جرائم حزب العمال، سلاح حزب العمال الكردستاني. نفس الأمر عمدة ديار بكر، كان سكتم بكتم وهو محامي وحقوقي وعمدة المدينة، وأحد مواطني المدينة اغتيل جهارا نهارا وهو لم يجرؤ على حمل الجثة إلى المدافن، إلى أن أتت سيارة البوليس شالت الجثة ونقلتها يعني. المهم لماذا هذا الجبن وهذا الغبن وهذه التفاهة من عثمان بايدمر ومن صلاح الدين دمرتاش؟ خوفا من عنف وردة فعل سلاح حزب العمال الكردستاني. حادثة أخرى أيضا مهمة يعني بعد جريمة اغتيال حكمة فيدان بسنوات قليلة، ونفس الشخص الذي سكت عن تلك الجريمة عثمان بايدمر عمدة المدينة. وقتها كان يصار إلى يعني الحديث عن الانفتاح على القضية الكردية في 2009. عمدة مدينة ديار بكر وهي كبرى المدن الكردية كردستان تركيا قال أنه وأيضا أنه زمن السلاح توقف وينبغي أن التوجه إلى النضال السياسي، ومن تصريحات إيجابية وكذا. وهو محامي لأوجلان، عثمان بايدمر كان محاميا لأوجلان في سنة 2000 في بداية اعتقال ومحاكمة أوجلان. ترى يعني قال طالب الحزب بترك السلاح في سنة 2009. شو كانت ردة فعل أوجلان في سجنه؟ أوجلان مش بس قيادة الحزب، أوجلان وقيادة الحزب اثنين، لكن أوجلان عبر المحامين. أوجلان أصدر تهديدا لعثمان بايدمر وطالبه بالتزام حدوده يعني، وكلامه كان فيه من الحدة والعنف، وأنه الزم حدودك وموضوع السلاح ما لك علاقة فيه. موضوع السلاح من عدمه ليس من اختصاصك. ولم يكتفي الحزب، أوجلان حكى هيك، بس الحزب شو ساوى؟ الحزب يعني شيء يندى له جبين القانون والأخلاق والأعراف والمواثيق، وأقولها باللغة العربية الفصحى لكي يفهم من يريد أن يفهم. عثمان بايدمر عمدة، وهو موجود الآن في بريطانيا، هرب، موجود الآن وما زال على علاقة مع حزب العمال الكردستاني ويعمل بروباغندا والقصص هي. عثمان بايدمر عمدة أكبر مدينة في كردستان تركيا، العاصمة، القلعة، ديار بكر، آمد، أحد عمال النظافة وهو كادر من حزب العمال الكردستاني، فتح تحقيقا مع عمدة المدينة في إحدى أقبية مبنى شاردارية مبنى بلدية ديار بكر، وضربه، تعرض للضرب والإهانة. عملوا سيرش بالعربي بالكردي بالإنجليزي عثمان بايدمر، راح تطلع لكم صورة هذا الرجل الذي تعرض للضرب والإهانة في مبنى والسب في مبنى بلدية ديار بكر في 2009.
من قبل واحد من كوادر حزب العمال الكردستاني، كان موظف كان موظف يعني كجاسوس، يعني شافوا له وظيفة هيك، أنه هو عامل من عمال النظافة، وعامل هذا العامل الذي ضرب وأهان وشتم عثمان بيدمر الموجود الآن في ألمانيا وانشق عن الحزب. وعثمان بيدمر موجود الآن في بريطانيا، وما زال يعني يعمل بروباغندا ويعمل دعاية ويدعم حزب العمال الكردستاني الذي أهانه في كرامته، في منصبه، في إنسانيته، في كرديته. كمان هل اكتفى حزب العمال الكردستاني بذلك؟ هل اكتفى؟ لا، سرب تسجيلات التحقيق، لأنه تسجيلات التحقيق ينبغي أن تصل إلى جبال قنديل. كان هنالك تسجيلات تحقيق. تسجيلات التحقيق مع عثمان بايدمر سربت إلى الإعلام التركي للزيادة في الإهانة والإمعان. وأي رئيس بلدية تابع لحزب العمال الكردستاني يخرج أو يفكر أن يخرج، ستكون يعني عاقبته نفس عاقبة عثمان بايدمر من الضرب والإهانة والسب والشتم. صلاح الدين دمرتاش نفسه، وأنا قلتها باللغة الكردية هنا في دوسلدورف في ألمانيا في أكتوبر 2016، أيضا تعرض للإهانة والضرب من كوادر حزب العمال الكردستاني هنا في أوروبا. وما زال عثمان بايدمر يعمل دعاية وإعلان لحزب العمال الكردستاني، وصلاح الدين دمرتاش أيضا يمدح أوجلان وبيعمل بروباغندا. يعني شخصيات بهذا القدر من الذل والوضاعة أنا ما شفت بحياتي. والآن يتصدرون الواجهات وبيطلعوا على شاشات تلفزة حزب العمال الكردستاني سابقا، وبيعملوا وخطوة تاريخية وخطوة ما بعرف شو. طيب يا ابن الحلال يا سيد عبد الله أوجلان، طالما هي خطوة تاريخية، أنت لماذا لم تستجب لي كلام، ما نقول شتين جونجر، في التسعين لكلام محمد جاهد شنر؟ لماذا لم تستجب لكلام شمدين صاكك؟ لماذا لم تستجب لكلام حكمة فيدان؟ لماذا لم تستجب لكلام عثمان بايدمر؟ كل هذا الكلام الذي قيل في لا جدوى، في عبثية الحرب، لماذا لم تستجب لهذا الكلام؟ والآن بعد ما صار في حديث عن احتمالية تشكيل كيان كردي في الشرق الأوسط، سواء في كردستان العراق أو في سوريا، أنت والاستخبارات التركية والدولة العميقة ورجب طيب أردوغان سارعتم إلى خلاص انتهت وظيفة حزب العمال الكردستاني. بالفعل سلاح حزب العمال الكردستاني كان ضد القضية الكردية وضد الشعب الكردي، والحق أفدح الأضرار بالشعب الكردي. والآن انتهى الموضوع. ليش خايفين أنه إذا لا يكتفون بنزع حزب العمال الكردستاني لسلاحه؟ يعني ما الخطر الذي سيشكله حزب العمال الكردستاني بدون سلاح؟ لا، حزب العمال الكردستاني بدون سلاح سيخرج من لائحة المنظمات الإرهابية ويصبح حزبا رسميا مشروعا، يصار إلى الوصول إلى تفاهمات معه من قبل الغرب، أو من قبل يعني من قبل التي لديها مصلحة في أن يكون هنالك حقوق للأكراد داخل تركيا أو في سوريا بسرعة. أوجلان ومن يعني قبله هو وحكان فيدان، والآن إبراهيم كالن، يعني هو مشروع دولة، ما بتفرق يعني حكان فيدان أو إبراهيم كالن، لا مش فرق، مشروع الدولة العميقة. وخلاص انتهى حزب العمال الكردستاني، انتهت المرحلة الأولى. الوظيفة التي أداها حزب العمال الكردستاني على أكمل وجه، فتح جيبا للأتراك في سوريا، والأتراك موجودين الآن في الشمال السوري، وفتح جيوبا للأتراك في كردستان العراق، والأتراك موجودين الآن. وخلاص
العاصمة السورية بطريقة أو بأخرى أو في جزء منها تحت الكنترول التركي. ما بقى هنالك أي وظيفة لسلاح حزب العمال الكردستاني. وجود هذا السلاح من الآن فصاعدا هو ضار، سيلحق الضرر بالدولة التركية. وقرار أوجلان خلاص انتهى. بدأت مرحلة جديدة، هي مرحلة البروباغندا ودعم الدولة وحشو رؤوس الأوجلانيين بالأكاذيب والخرافات الأوجلانية. هنالك شيء آخر يعني في السياقات والعبارات الخبرية والتحليلية للمشهد الكردي والصراع الكردي التركي، أراه متداولا وشائعا في الإعلام العربي، أنه هاي العبارة، هاي الديباجة اللي راح أقولها، خلال فترة الصراع فقد أكثر من 40,000 شخص حياته. هاي 40,000 شخص تكرر منذ يمكن أكثر من 15 سنة. 40,000 شخص أو أكثر من 20 سنة. وهي ال40 لا تتزحزح. ارجعوا للسياقات الخبرية القديمة 2005 أو 2003 أو كذا، راح تلاقوا هذا الرقم لا مكانه 40. مش مشكل يعني. هل 40,000 شخص يعني، وأعتقد أنه الضحايا هم ضعفي هذا الرقم، الضحايا ككل يعني. وفي الرأي أنه الضحايا هم الضحايا يعني كرد، عرب، أتراك، من أي هم ضحايا. لكن دعوني أركز على الضحايا الكرد، لأنه حزب العمال الكردستاني يصدر نفسه على أنه حامي الحمى، حامي الحمى الكردية وحامي الشعب الكردي. لنشوف شوي هيك يعني شوية أرقام في هذا الإطار. قبل أن يعلن حزب العمال الكردستاني نفسه بشكل رسمي في عام 1978، دخل في صراع مسلح مع العشائر الكردية في منطقتي حلوان وسيورك التابعتين لمحافظة أورفا، وقتل العشرات وقت ذاك. ثم دخل العمال الكردستاني، عم بقرأ لكم، ثم دخل العمال الكردستاني في صراع عنيف مع الأحزاب والمجموعات الكردية في تركيا، مثل شو؟ مثل حركة كوك، دادا كدا، رزقاري، فسكة، وكاوا. هي تنظيمات وحركات كردية كانت ناشطة بقوة في كردستان تركيا. حزب العمال الكردستاني دخل معها في صراع قبل دخوله في صراع دموي مع الدولة التركية. هذا الصراع يعني من 78 79 80 حتى الانقلاب العسكري في شهر أيلول، 12 أيلول، كان الصراع مستمرا ما بين حزب العمال الكردستاني يستهدف هذه الحركات وحركات كردية. وقتل المئات من هذه الحركات ومن عناصر حزب العمال الكردستاني، وكلهم أكراد يعني. كل ذلك بدأ يعني قبل بدء الحزب الكفاح المسلح في 15 آب 84. وفي مطلع التسعينات آه، دخل وفي مطلع التسعينات دخل كل من حزب الله التركي، وكل أكراد، أغلبهم أكراد، والعمال الكردستاني في دوامة حرب طاحنة راح ضحيتها المئات من الطرفين. ومنذ خريف 1992 ولغاية شتاء 2000 كان العمال الكردستاني في معارك واشتباكات طاحنة ومتقطعة ما بين الحزبين الكرديين العراقيين. إذا نقل ساحة المعارك من كردستان تركيا إلى كردستان العراق. في صيف 2008 وعلى خلفية تحقيقات قضية أرغناكون، صرح عبد الله أوجلان لمحاميه أنه تم تصفية نحو 15 ألف شخص داخل الحزب، ومن تم تصفيتهم أكيد يعني طبيعي سيكون بسلاح الحزب، سلاح حزب العمال الكردستاني، وليس بسلاح أبو عمشة مثلا يعني. يعني
منذ 1978 ولغاية 2008 قتل 15,000 حسب تصريح أوجلان بسلاح حزب العمال الكردستاني داخل الحزب، تصفيات داخلية. طيب منذ 2008 ولغاية 2025 ما بنعرف قديش يعني جرت تصفيات، وأكيد جرت تصفيات. نحط رقم هيك افتراضي انه ثلث الارقام رقم الضحايا ال 15,000، 5,000 نحط من 2008 ولغاية 2025 5,000 ضحية، ثلث الرقم اللي أعطاه أوجلان في 2008، نصل إلى حصيلة 20,000 أقل تقدير، على أقل تقدير أنه 20,000 ضحية. إذا أضفنا إلى هذا العدد المقاتلين الكرد الذين فقدوا حياتهم في الصراع مع الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، طبعا المقاتلين العمال الكردستاني والمقاتلين البيشمركة للحزبين العراقيين، مسعود البرزاني اعترف بفقدان نحو 3,500 مقاتل في صراعه مع العمال الكردستاني. القيادة الكردية العراقية اعترفت بهذا الرقم. طبعا هذا كمان يضاف إلى حصيلة الكرد الذين فقدوا حياتهم بسلاح حزب العمال الكردستاني. طيب كمان دخل الحزب في صراعات مع الأحزاب الكردية الإيرانية، وأضف إليهم عدد مقاتلي الكرد الذين فقدوا حياتهم في سوريا، والآن يعني يصار إلى أنه في حدود 12 13 14 15 ألف. كل مرة بيطلع سياسي من قسد وبيعطي رقم، لكن في أضعف الإيمان يعني هم بكل تأكيد أكثر من 10,000 مقاتل ومقاتلة بكل تأكيد. ونضيف إليهم إلى ضحايا الشباب في حرب الخنادق اللي ما زال المئات بل الآلاف مصيرهم مجهول ودفنوا في تلك الخنادق. شو كمان يعني هي كل حصيلة اللي راحوا بنتيجة حروب حزب العمال الكردستاني اللي سلاحه يفترض لحماية الكرد. سنصل إلى حصيلة، يعني إذا جمعنا كل الضحايا سنصل إلى حصيلة مجنونة وعبثية شديدة الكارثية، ربما يعني تتجاوز 100,000 كردي فقدوا حياتهم بسلاح العمال الكردستاني أو في إطار عنف العمال الكردستاني. وحين طالب أوجلان مؤخرا حزبه بحل نفسه وإلقاء سلاحه لم يعتذر هو وحزبه من هؤلاء الضحايا الكرد الذين سقطوا طوال فترة الصراع مع تركيا، علما أن أوجلان أمام المحكمة في مايو أيار 2000 سنة 2000 اعتذر من الجيش التركي عبر الاعتذار من أمهات الجنود القتلى واعتبرهم شهداء. الجنود القتلى أوجلان اعتبرهم شهداء، وهذا يعني فيما يعني أن مقاتلي الكردستاني خارج القانون. يعني لا يمكن أن يكون الجنود القتلى والمقاتلين القتلى الاثنين شهداء، واحد منه شهيد والثاني قتيل، والقتيل هو أحدهما يعني لا يرقى إلى مستوى الشهادة، لأنه مش معقول الاثنين على حق أو مش معقول الاثنين على باطل، واحد على حق واحد على باطل. الذي على الحق هو الشهيد والذي على الباطل مش شهيد. يعني عند أوجلان الجندي التركي شهيد واعتذر من أمهاتهم واعتبرهم شهداء، هذا يعني أن الجندي التركي كان على حق بدليل المحاكمة والفيديو ما زال موجودا. المشكل أيها الأصدقاء أنه أنصار أوجلان وحزب العمال الكردستاني سابقا شأنهم شأن أي جماعة عقائدية دينية مثل جبهة النصرة، داعش، القاعدة، يرون مساوئ
تنظيماتهم محاسن ومفاتن ومفاخر. يعني إذا بيشوفوا حزب العمال الكردستاني ارتكب مجزرة في مكان ما، بيقول فطسوا وفطايز وخونوا عملاء ومن هالكلام. ويعتبرون عيوب وقبائح زعاماتهم ذكاء وحنكة ودهاء وعبقري. يعني الاستسلام اللي سواه عبد الله أوجلان بالنسبة عندهم عبقرية ودهاء وفلسفة وحكمة. يعني أوجلان يتكلم كلام صعب على أمثالنا فهمه. من نحن حتى نرقى إلى مستوى أن نفهم كلام أوجلان؟ يعني هذه الدوغما العقائدية المستحكمة في العقل الأيديولوجي المغلق لدى أنصار هذه الجماعة تحول دون أي مراجعة نقدية لها. بكل تأكيد الصورة المصدرة لزعماء الجماعات العقائدية الدينية والقومية واليسارية فيها الكثير من أوهام وخرافات النمذجة والأسطرة والبطولات المختلقة. ويكفي أن نراجع ونقارن المواقف الناقدة لتجربة أبو محمد الجولاني قبل إعلانه لنفسه رئيسا مؤقتا لسوريا، ونقارنها بنفس مواقف نفس الأشخاص ونفس المؤسسات المؤيدة له حاليا. يعني راح نشوف حجم التكويع والكولك مثلا. يعني الكثير من الإعلاميين الموجودين حاليا الآن حول موسى العمر ومين بتكون حسن الدغيم أسعد الزعبي، كل هؤلاء كانوا يشتمون الجولاني ويقولون فيه ما لم يقل مالك في الخمر، والآن يمدحونه. هل عقل الأيديولوجي المنغلق أكيد سينتج هيك حالات من التكويع والكولكة المهولة والمرعبة التي حصلت، وكل ذلك تحت شعارات شوي حماية الدولة والحكمة والعقلانية والوطنية، وكأنه كل من ينتقد الرئيس السوري المؤقت خائن مرتزق انفصالي صهيوني امبريالي زئبقي. نفس هذه الحالة المرضية المشينة موجودة ضمن بيئة حزب العمال الكردستاني. وأنا شخصيا يعني عانيت وأعاني يعني من الشتائم والإهانات الشخصية التي تكال لي من الجهتين، من الجبهتين، جبهة الأوجلاني وجبهة الجولاني أو الأردوغاني. أنصار الأوجلاني يرون في الجولاني زعيم جماعة إرهابية متطرفة ويخدم تركيا. هؤلاء أنصار الأوجلاني لا يرون أوجلان زعيما لجماعة إرهابية وهو زعيم جماعة إرهابية وفق التوصيف القانوني الأوروبي. يعني القانون اللي بيمنحك حق اللجوء السياسي أيها الأوجلاني المتمرغ في خيرات أوروبا، هذا القانون اللي منحك حق اللجوء السياسي ونفسه هو اللي أعطى التوصيف المنظمة الإرهابية لحزبك لجماعتك. فأنت ينبغي أن تحترم القانون الأوروبي على ما هو عليه. يعني أنصار الحزب الأوجلاني لا يرون أوجلان زعيما لجماعة إرهابية، وهو نفسه اعترف مرارا بأنه يخدم تركيا ويريد أن يخدم تركيا. ولم يعني حتى الآن أنصار الأوجلاني لا يسألون أنفسهم أنه الدولة التركية لم تسقط جنسيتها عن زعيمهم. ليش؟ بالرغم أنه هو متهم بالخيانة العظمى، بالرغم أنه هو مسؤول منظمة إرهابية، لكن الدولة التركية لم تسقط عنه الجنسية. وهذا سؤال
وهو سؤال مشروع، ينبغي للمحامين محامي أوجلان أن يجيبوا على هذا السؤال: لماذا لم تسحب تركيا جنسيتها من عبد الله أوجلان؟ المهم، شو كمان؟ كذلك الأمر أنصار الجولاني يرون في أوجلان وأنصاره من الكرد جميعا إرهابيين وانفصاليين وأمريكيين وإسرائيليين وبويجية، ولا يرون في زعيمهم أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني هذه الخصال، لا يرون فيه هذه الخصال والأوصاف التي يلصقونها بأوجلان وجماعته. وهؤلاء مستعدون، أنصار الجولاني مستعدون لتبرير أي شيء يصدر من أحمد الشرع أثناء التعامل مع أمريكا وإسرائيل والتنازل لتركيا. بالنسبة لديهم حلال زلال. لكن عندما يأتي الموضوع ويتعلق الأمر بالكرد أو بقسد، فهم أمريكيون إسرائيليون خونة عملاء انفصاليون، ويعني قيسوا على هذا هذا المنوال يعني. فتقديري أنه علينا مراجعة لكي نفهم يعني هذه البيئة أو المناهضة للنقد وللوعي النقدي في البيئة الأوجلانية. ينبغي أيضا أن نرى البيئة الجولانية الأحمد شرعية أيضا، يعني لكي نفهم أنه هل جماعتين أو الجماعتان تتنافران في الكثير من القضايا وتتقاطعان في الكثير من طرائق نبذ النقد أو المراجعات النقدية اللي بيعتبروها خيانة، حسد، كيد، معاداة. أوجلاني بيعتبر الموضوع مناهضة للكرد والقضية الكردية، رغم أنه أوجلان تنازل عن كردستان وعن القضية الكردية وعن الحزب وعن كل شيء. وأي نقد موجه لأوجلان بيعتبروه نقد موجه لكردستان والقضية الكردية. الجولاني نفس القصة، أي نقد موجه للجولاني هو يعني استغاثة واستنجاد بالإسرائيلي والأمريكي والصهيوني، وأنه هي خيانة وهي القصص هي. مع الأسف الشديد لا أعلم متى سيتخلص الشعب الكردي والشعب السوري من هذه الأساليب الغير المتوازنة والغير الأخلاقية في التعامل مع الرؤية النقدية التي تخالف مواقفهم وسلوكياتهم وأدائهم الإعلامي والثقافي والسياسي. طولت وأعتذر عن الإطالة، لكن أعتقد أن الموضوع كان يستدعي ذلك. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.